ال SCP هي واحدة من أغرب وأعقد القصص يلي ممكن يتقبلها العقل، بس والله بعد ما عملت ديب ريسيرش ونبشت عن هالمنظمة نبش قلت لحالي يا باطل مستر سلوم لهلأ ما حكى عنها. حجم السسبنس والمتعة يلي عشتها وأنا عم أقرأ وأبحث ما بتنوصف، فلا طول سيرة. إذا بدك تعرف أكتر لا تتردد تكمل معي، وإذا عجبتك لايك وشير. معكم سلوم يلي رح ياخدكم لعالم الرعب والخوف، ويلا نبدأ. يا جماعة سمعانين بهي الجملة؟ نحن نعيش في الظلام لكي تعيشوا أنتم في النور. لا هي مو حكمة فيسبوكية، هي شعار أخطر منظمة بالعالم SCP Foundation. اليوم رح نفتح الملفات يلي بتطير ضبانات العقل، بس روقوا علي شوي وخلونا نفهم شو القصة من أولها وعالسريع. هي المنظمة مو وليدة امبارح، هي عبارة عن جهة سرية للغاية، ولكن إلها موقع رسمي تنشر فيه كل نشاطاتها واكتشافاتها. ما لها علاقة لا بحكومة ولا بدول، هي دولة لحالها تأسست لحتى تحط حد لكل شي فلتان بهالكوكب. يعني أي شي بخالف قوانين الطبيعة أو أي كيان غريب أو خطير على البشر والبشرية، المنظمة بتعتقله وبتقله تعال لعندي يا حلو، وبتاخده على الحجز المؤبد الاحتياطي. المنظمة تمشي على نظام صارم وما عندها يا أمي ارحميني. القواعد هنن: 1. سكيور يعني تأمين، يعني لازم الكيانات ينمسكوا بأي ثمن قبل ما يعملوا فوضى. 2. كونتين، وهون الشغل التقيل، بيبنوا غرف عزل وسجون خاصة، شي ضد الرصاص وشي ضد الأرواح. المهم الكيان يبقى بقلب البوكس. 3. بروتكت، وهذا هو الهدف الرئيسي، وهو إنه يحمونا نحن البشر من شغلات لو عرفنا فيها يمكن ما نعود نسترجي ننام بالليل. المنظمة بتصنف المعتقلين عندها حسب صعوبة احتوائهم، وبتعطيهم أرقام وأسماء مثل SCP-001 و SCP-002 وهكذا. تصنيفات الكيانات بالمنظمة هن 3، ركزوا معي منيح: 1. سيف، 2. يوكليد، و3 كتر. سيف يعني آمن، يعني هاد حطيناه بصندوقه وقاعد عاقل وحباب مثل SCP-999. دغدغة الوحش. ليش آمن؟ مو لأنه ضعيف، بس لأنه حباب. حطه بغرفة وسكر الباب وما رح يحاول يهرب أو يأذي حدا. مين هو؟ هو عبارة عن كتلة هلامية برتقالية جيليه، ريحته بتشبه غزل البنات، وهو الكيان الوحيد يلي بيخلي الكل يضحك. أي حدا بيلمسه بيصيبه شعور سعادة مفاجئ ونوبات ضحك هستيرية. المنظمة بتستخدمه أحيانا ليعالجوا الموظفين من الاكتئاب. 2. يوكليد يعني إقليدس، هاد مش كلجي وبدك تضل مراقبه لأنه حركاته غدر وما بتعرف شو بيباله، مثل SCP-173 المنحوتة أو التمثال. ليش إقليدس؟ لأنه حركاته فيها غدر، ما بتعرف شو ممكن يعمل إذا غفلت عينك عنه لجزء من الثانية، وبيحتاج مراقبة مستمرة. شو هو؟ هو تمثال من الخرسانة وحديد التسليح، طول ما انت عم تطلع فيه بيفضل واقف مكانه مثل الصنم. بمجرد ما ترمش عينك بيتحرك بسرعة البرق، بيكسر رقبة الضحية. هذا الكيان بده تركيز عالي، رمشة واحدة بتقول لرقبتك بزمانك كنتي حاملة راسي. كتر يعني خطر، وهاد بقى الوحش الكاسر، الميشن امباسبل تبع المنظمة. احتوائه شبه مستحيل وبده ميزانية وحراسة وجيش مثل SCP-682 الزاحف الغير قابل للتدمير. ليش كتر؟ هذا البعبع تبع المنظمة ذكي جدا، بيكره البشر كره العمى، وعنده قدرة خرافية على الهروب والتكيف.
المنظمة جربت كل الوسائل لقتله وما قدرت. طيب شو هو؟ هو مخلوق ضخم بيشبه السحلية أو التمساح، بيقدر يغير شكل جسمه ليتناسب مع أي هجوم عليه. طيب ليش هو ترند؟ لأنه باختصار القوي اللي ما حدا قدر عليه. المنظمة حابسته بحوض من الأسيد حمض كتير قوي وبيدوب الجسم لحتى يضل جسمه عم بيتآكل وما يقدر يهرب. وتخيلوا يا جماعة، المنظمة حابسة بطل يضحكنا SCP-999 وتمثال يكسر رقبتنا SCP-173 ووحش ما بيموت SCP-682. وكل هاد بس بسايت واحد والجاي أعظم. هي كانت مقدمة سريعة عن عالم رح يلحس مخكم حرفيا. بالحلقات الجاية من هالسلسلة الجبارة رح نفتح ملفات الكيانات واحد واحد ونشوف المصايب يلي حابستها المنظمة ورا جدرانها. خليكم معي ولا تروحوا لبعيد، ولا تنسوا تعملوا اشتراك وتكتبولي بالتعليقات مين الكيانات يلي حابين نحكي عنها بالفيديو الجاي. كان كل شي عندي اليوم اخواتي، سلام.